من المقرر أن يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤتمرا استثنائيا لحسم هوية البلدان المنظمة للنسختين المقبلتين من كأس العالم، بعرض الأمر على تصويت الاتحادات الأعضاء بعد استيفاء الملفين الوحيدين المرشحين للحد الأدنى المطلوب في تقييم العروض المقدمة. ومن المقرر أن يصادق فيفا بالإجماع في المؤتمر الافتراضي على منح شرف تنظيم دورة 2030 من المونديال للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في الاحتفال بمئوية الحدث العالمي ودورة 2034 للسعودية. حول خصوصية وقوة الملف المغربي الإسباني البرتغالي لتنظيم مونديال 2030 نتابع الشاشة التفاعلية التالية مع منصف عدي. رحلة المغرب لتنظيم المونديال عنوانها الأبرز نموذج حقيقي للطموح والتمسك بالأحلام وعدم الاستسلام. فبعد 5 محاولات لاحتضان المونديال الحدث الأكبر والأبرز في عالم المستديرات، نجح المغرب أخيرا في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال في كسب الرهان باختياره مستضيفا لنسخة 2030 عبر ملف مشترك رفقة إسبانيا والبرتغال. أولى المحاولات تعود لمونديال 94، فبعد ملحمة كروية مونديالية لأسود الأطلس في نسخة 86 مشاركة للتاريخ شجعت المملكة على خوض رحلة المنافسة لاحتضان كأس العالم، رحلة لم تكن مفروشة بالورود وسط منافسة قوية متمثلة في البرازيل والشيلي فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن غياب التجربة وبعض المتطلبات اللازمة مقارنة بالملف الأمريكي على وجه الخصوص جعلت الفيفا تمنح بلاد العمسام شرف تنظيم الحدث. ثاني المحاولات كانت في النسخة التي بعدها وبتحديد عام 98 والتي كانت من نصيب فرنسا عقب انسحاب سويسرا قبل مرحلة التصويت. من جديد أعاد المغرب تمسكه بالحلم بخوض سباق نحو استضافة مونديال 2010 بملف أقوى هذه المرة وبملاعب وبنية تحتية أفضل جعلته أقرب من أي وقت مضى لتحقيق الحلم، غير أن التصويت كان لصالح الجنوب أفريقيين بفارق ضئيل. تجربة 2010 عززت ثقة المغرب وجعلته يتمسك بحلمه دائما ليخوض غمار المنافسة على نسخة 2026، غير أن بعض المعايير الجديدة التي حددها الاتحاد الدولي للعبة أبرزها الرفع من عدد المنتخبات المشاركة بخر الحلم مرة أخرى وأعاد المونديال للأراضي الأمريكية مجددا، لكن هذه المرة في ملف مشترك مع المكسيك وكندا. نسخة 2030 صفحة ذهبية في تاريخ الحلم المغربي، فبعد الاستفادة من التجارب السابقة دخلت المملكة سباق هذه المرة بوجه مغاير تماما وبمميزات قوية، بداية بكون الملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال بعلاقة تاريخية غنية ثقافيا ورياضيا تجمع الدول الثلاث، وبنية تحتية وعمل ومجهودات على أعلى مستوى في المغرب، وخبرة كبيرة في استضافة أكبر الأحداث في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة ذهبية لأسود أطلسية بقيادة وليد الركراكي احتلت المركز الرابع في مونديال قطر عام 2022، كلها عوامل جعلت الحلم حقيقة وعززت فكرة كون المغرب درسا ونموذجا للصبر والإيمان بالقدرات والتشبث بالأحلام إلى آخر رمق. ليزف الملك محمد السادس يوم 4 أكتوبر من السنة الجارية الخبر السعيد للشعب المغربي بمنح فيفا المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال بالإجماع لاستضافة بطولة انتظرها المغرب لسنوات طويلة. ملف لقي ردود فعل إيجابية وإشادات كبيرة جعلته يكسب السباق مبكرا أمام الملف الثلاثي للأوروغواي والباراغواي والأرجنتين قبل الانسحاب لاحقا مقابل تنظيم المباريات الثلاث الأولى لمنتخبات هذه الحكومة. عزيز أخنوش اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود في البلاد.
على صعيد آخر، أكد الكرملين أن روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن الوجود العسكري والتمثيل الدبلوماسي لموسكو بعد سقوط حليفها بشار الأسد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو على تواصل مع أولئك الذين يسيطرون على الوضع في سوريا، لأن لروسيا قاعدة عسكرية هناك وبعثة دبلوماسية، والأسئلة المتعلقة بسلامة هذه المنشآت بالغة الأهمية. حثت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين كل الدول على دعم عملية سياسية جامعة وشفافة والامتناع عن أي تدخل خارجي في سوريا. بلينكين شدد على أن واشنطن ستعترف وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية المستقبلية التي ستنبثق عن العملية الانتقالية، مشددا على ضرورة أن تؤدي إلى حكم موثوق وجامع وغير طائفي. في المقابل، أكد بلينكين أن الأولويات بالنسبة لواشنطن تتمثل أن تلتزم الحكومة السورية المقبلة بشكل واضح بالاحترام الكامل لحقوق الأقليات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها. ضمن آخر تطورات المشهد في سوريا دائما وبعد أيام على إطاحة نظام الأسد، دعا رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير السوريين في الخارج للعودة للمساهمة في تنمية بلدهم على حد تعبيرها. وقال البشير إن الوقت قد حان كي ينعم السوريون بالهدوء والاستقرار. البشير الذي كان يرأس حكومة الإنقاذ في إدلب معقل فصائل المعارضة شمال غرب سوريا، كلف برئاسة حكومة تصريف الأعمال في خطوة تأتي في مسار المرحلة الانتقالية بعد أكثر من 5 عقود على حكم آل الأسد في سوريا، في وقت تواصل فيه إسرائيل تدمير منشآت عسكرية سورية. ضمت اليوم تم عقد جلسة مجلس الوزراء ضمت فريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية اللي كانت عاملة في منطقة إدلب وما حولها، بالإضافة إلى الحكومة السورية للنظام المخلوع. عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال. يعني راح تكون حكومة سورية لتسيير الأعمال خلال فترة انتقالية إن شاء الله ممكن تنتهي في 1/3 بإذن الله. هذا تكليف كان من قبل القيادة العامة، تم تكليفنا بتسيير الأعمال للحكومة السورية. أكد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مشروع مؤسسات الريادة يسعى إلى تدارك وتقوية مستوى التلاميذ في التعلمات الأساس بخصوص اللغتين العربية والفرنسية وكذا مادة الرياضيات، مشيرا إلى أن ثلثي التلاميذ عند نهاية السلك الابتدائي لا يجيدون الحساب ولا يتقنون العربية ولا يفهمون الفرنسية. وأقر برادة اليوم الاثنين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أن هذه الصعوبات تزيد من أعداد الهدر المدرسي المسجلة في الإعدادي، مشددا على أن مشروع مؤسسة الريادة هو إصلاح جوهري لنجاح المنظومة التعليمية. وأوضح برادة اليوم الاثنين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أن مشروع مدارس الريادة جاء للتغلب على الإشكاليات التي يواجه التلاميذ، من بينها المشاكل التي كشف عنها تجرلاير المجلس الأعلى للتعليم، حيث أكد أنه في آخر مستوى من سلك الابتدائي لا يستطيع التلاميذ القيام بعمليات الحساب ولا يتقنون اللغة العربية ولا يفهمون الفرنسية، مؤكدا أن هذا عائق كبير بالنسبة لثلي التلاميذ.